باكر راح اروح اشتكي ان شاء الله يوم الاربعاء. ملف فودافون جنابك تعرف به او لا؟ يعني فودافون على غير العاده مال نعم الرخصه الوطنيه، الرخصه الرابعه ماكو شيء، لا هذا الجيل الخامس. يعني انت راح تلزم الان احمد ملا طلال بان تعوف موبايلك هذا او خطك الاسيا او زين وتروح الا تشتري فودافون، لان انطوه 3 سنوات للجيل الخامس وحجبوها عن باقي الشركات. شنو معناها هذه؟ اجي انطي فلوس رخصه وطنيه هاي تعزز. لا مو رخصه وطنيه عمي، فودافون هي شركه فودافون لا تعزز. زين ليش هذه الرخصه اجي انطيها 30.3؟ لا ما يخالف، لا اسمح لي، لا 30.3 بالمناظره كل شيء نحكي هذا تفاصيل. خلينا نحكي راح يرد البرنامج البرنامج كيفكم يلا عنده شيء يعني شرطه وخسروا. احكي بسرعه يعني 30.3 هو راح يحكي على فودافون، راح احكي على سقوط الموصل. اسمح لي يلا يا الاخوان، فودافون لو سقوط الموصل 30.3 مليون يورو تدفع، 3.5% تدفع 10 مليون بس. هاي كلها منين استاذ احمد؟ هاي كلها منين جايه؟ منين تدفع؟ من صندوق التقاعد. اريد اقول للمتقاعدين بويا ترى فلساتكم خطر. السيد السوداني استخدم صندوق التقاعد حتى يمول. ارجعوا في التفاصيل بس ما يصير تحرمني من التفاصيل. لا ربع ساعه